الصالحات. أستاذ فؤاد فرحان نائب مدير الجامعة، سيد نائب المجلس الشعبي الوطني، سيد المفتش العام ممثلا بسيادة والي الولاية والأمير. وبعد السادة الحضور الأفاضل، تحية صباحية من كلية العلوم الاجتماعية، السيد عميد الكلية، السادة نواب مدير الجامعة، السيد نائب البرلمان، السيد المفتش العام للولاية. في كلية العلوم الاجتماعية وفي بتاريخ اليوم 13 مايو 2024 تم تنظيم فعاليات ملتقى الأمن السيبراني من طرف أو من تنظيم مخبر التنمية الاجتماعية وخدمة المجتمع بالتنسيق وبالتعاون مع كلية العلوم الاجتماعية. طبعا تم الافتتاح صبيحة هذا اليوم بمقر الكلية وبحضور إطارات من داخل وخارج الجامعة. بعد الجلسة الافتتاحية كانت هناك محاضرات مختلفة من مدعوون من داخل الجامعة وخارجها، تناولت بشكل عام التعريف بماهية الأمن السيبراني وأبرز التحديات التي تواجهها الدولة الجزائرية، بالإضافة إلى سبل الوقاية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن الأمن السيبراني وما يتعرض له المجتمع الآن، هذا الملتقى مهم جدا من خلال طرحنا إلى التفريق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم السيبرانية، وأن المجتمع لابد أن يدرك هذه المخاطر التي تحدث عليها الغرب في الحداثة وما بعد الحداثة وتجاوزوها على أنها ليست مخاطر، ولكن هي مخاطر حقيقية في البناءات الاجتماعية، في ضرب موثوقية مؤسسات الدولة والمواطنة. نحن نرسخ هذه القيم، نحذر دائما من ضرب النسيج الاجتماعي. حقيقة موضوع الأمن السيبراني هو موضوع يفرض نفسه بإلحاح في ظل الاختراقات المتزايدة وفي ظل الجرائم الإلكترونية وفي ظل انتقال المعارك من الساحات الفيزيقية الميدانية إلى الساحات الإنترنتية، كما نقول ساحات الوغى الإلكترونية الحديثة. نعلم جميعا أنه في كل سنة تصدر تقارير دولية يصدرها مركز الأمن السيبراني الدولي أو منتدى دافوس، يضع فيه مؤشرات كبرى قابلة للقياس بالنسبة للدول أعلى التصنيفات المرتبطة بتأمين منشآتها الحيوية وتأمين مواقعها إلكترونيا. نعتقد أن الجزائر تحقق إنجازات في السنوات الأخيرة، سواء من حيث تأسيس معاهد للأدلة الأجنائية، المحافظة السامية للرقمنة وغيرها من المؤسسات، ناهيك عن تحديث منظومتها القانونية في مجال حماية الأمن الخاص، وفي أيضا في مجال تأمين المواقع، وفي مجال أيضا الجرائم الإلكترونية.